جدل قانوني في السعودية بعد عودة حمد الله لمنتخب المغرب. فجر قرار المغربي وليد الركراكي المدير الفني للمغرب بضم عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة إلى القائمة النهائية لأسود المشاركة في كأس العالم قطر 2022 جدلا قانونيا في السعودية بسبب قضية اللاعب المنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. وكتب المستشار القانوني والمحامي أحمد الشيخي عبر صفحته الشخصية على تويتر: لمن يسأل هل سيلعب حمد الله بكأس العالم فيما لو تم إيقافه الآن من مركز التحكيم؟ وأضاف: أجبنا على هذا السؤال في مناسبات سابقة آخرها كان قبل شهر حين ذكرنا نصا نرى أن شروط تعميم العقوبة لا تنطبق على حالة حمد الله، بالتالي سيتمكن من اللعب بكأس العالم إن تم اختياره.